واش عمرك تخيلتي بان غادي يجي واحد النهار الخدمه ديالك بلاصه ديالك وحتى القيمه ديالك في السوق يقدر ياخذها منك روبوت الا ما فقديش من القلبه؟ شي فيلم من الخيال العلمي غادي نهضر عليه دابا، ولكن واقع رانا كنعيشوه. الذكاء الاصطناعي ماشي جا غير باش يعاونك وصافي، لكن جا باش ينافسك على ديك البلاصة اللي راك فيها. السؤال الحقيقي ماشي واش الذكاء الاصطناعي جاء باش يبدل العالم، حيت راه بدلو بالفعل. السؤال الحقيقي هو فين غادي تكون نتايا ولا انتي، مين العالم غادي يتبدل كامل. فكرتوا في واحد الحاجة غير في الطوبيسات ديال المدينة في المغرب، كان تما فيه الداخل واحد الراجل كيقطع الورقة، ودابا حيدوا داك الراجل وداروا في بلاصتو الماشينه هي اللي كتقطع الورقه وكتخلص وكدير كل شيء. والمصير ديال داك الشخص بحال المصير ديالك الا بقيتي متبع القطيع. في هاد الثوره ديال الذكاء الاصطناعي كاين فيه جوج ديال الناس. الصنف الاول غادي يستعملوه وغادي يطلعوا به الفوق، والصنف الثاني غادي يبقاو يتفرجوا فيه ومربعين يديهم وهو كياخذ لهم بلاصتهم. هاد الجمله يمكن راك كتسمعها بزاف، هي انما الذكاء الاصطناعي غادي ياخذ ليا بلاصتي. راه ماشي الذكاء الاصطناعي هو بالضبط اللي غادي ياخذ لك بلاصتك، ولكن واحد الشخص بحالك بحالو هو كيعرف كيفاش يستعملو في بلاصت ما يديرك نتايا في ديك الوظيفة وغادي يبقى يخلصك كل شهر. غادي يدير تما آلة وخدامة بلا توقف وفابور. وفكر فيها مزيان. ودابا اجي نرجع شويه اللور. في الثمانينات وفي التسعينات كان الا بغيت تخدم اولا تشد شي وظيفه زينه خاصك تقرا سنوات وتماك عاد تشد شي وظيفه شي بوست يكون زوين. ولكن دابا واحد الشخص في النص ديال المستوى التعليم ديالك قادر يدير التصميم، الكتابه والمونتاج وصناعه المحتوى، التحليل وحتى البرمجه في دقيقه واحده. الحاجه الخطيره هنايا هي الا بقيت عايش العقليه ديال الاباء ديالك والاجداد ديالك، تما غادي تولي قديم بزاف في السوق. ودابا حاول تبدل شويه العقليه ديالك وبعد ما امكن على الوظائف اللي مهددين بالانقراض. حاول تعلم الذكاء الاصطناعي. في الثمانينات والتسعينات كان خاصك ضروري يكون عندك الباك باش تخدم وباش تزيد لقدام، ولكن في 2026 الباك راه ما واكلش. خاص تكون عفريت الذكاء الاصطناعي باش تطور المهارات ديالك وتكون واحد الانسان اللي بارز في المجتمع. ودابا النقطه الاخيره، ما تنساش فولو ديالك حيت رانا خد في هذه القناه، وما عليا غير نقول لك stay hard.